ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى اقول لكم بقى النهارده على طريقه هتعملوا بيها النعناع بتاعكم وتخزنوه طول السنه باللون الاخضر الجميل ده زي ما انتم شايفين. طريقه يعني سهله وبسيطه، هتمشي على الخطوات اللي انا اقول لكم عليها هتلاقوا النعناع بتاعكم طالع اللون الاخضر الجميل اللي انتم شايفينه ده. طبعا في بعض الناس بتخزن النعناع، بتيجي تخزنه بيسود معاهم، طبعا ما بيبقوش عارفين سبب ان هو يسود معاهم ايه. في الفيديو ده ان شاء الله هقول لكم سبب ان النعناع بيسود معاكي ايه وايه اللي بيخليه لونه اخضر كده. كملوا بس معايا الفيديو، ولو انت اول مره تشوفوني اعملي لايك للفيديو واشتراك للقناه. ويلا نبدا نقول بسم الله. انا اشتريت النعناع ده، جبت 3 ربط نعناع، 3 ربط ب10 جنيه، يعني مش غالي قوي ما شاء الله. الربط حلوه مليانه وكده. اهم حاجه مسكت النعناع، قطعت الجذور بتاعته وبدات ان انا اغسله كويس جدا، عشان طبعا احنا هنخزنه، يبقى بالنسبه ان مخزنينه على نظافه يبقى الحاجه بتاعتنا نظيفه جدا وكويسه. انا غسلته تحت الحنفيه بميه على طول جاريه، بعد ما اتاكدت ان هو نضف